بودكاست النهارده معايا بنوتة من جين زي اسمها هند. فكنا حابين نعمل حوار كده عشوائي ولطيف وغير مرتب له. ماشي. فكنا عايزين نتكلم عن الفرق ما بين الجين زي والميلينيال، او اللي هو جيل الالفينات وجيل التسعينات. ازيك يا هند؟ الحمد لله. والله انت عامله ايه؟ الحمد لله. ايه بقى بتحسي ايه الفرق ما بين جين زي او اللي قدك وما بين الاكبر منك؟ بصي، هو انا طبعا انا جايه في العيله، انا يعتبر انا الجنزي الوحيده، او يعني اكتر واحده جنزي بين اخواتي. يعني اخواتي كلهم كبار يعتبروا بالنسبه لي انا، والفرق العمري كبير. امم. فانا دايما كنت بشوفهم يعني قريبين لبعض في حاجات معينه، وانا بعديهم بشويه بحس ان انا يعني كاني لوحدي، او ان في فروقات ما اقدرش. حتى وانا صغيره كنت مثلا بحس ان مش عارفه افسرها، بس انا حاسه الاحساس اللي هو انا امم. ستايلي واسلوبي وهزاري مختلف عن مثلا اخواتي، وهم فاهمين بعض. امم. بس انا بقى يعني بيبقى عندي صعوبه شويه في التعبير. يمكن دي حاجه خاصه بيا، يمكن في اخوات مثلا في بينهم اسلوب معين خاص بيهم كلهم مع بعض، بس انا حاسه ان ليه علاقه بالجنزي والميلينيال. امم. لان كتير قوي بشوف مثلا على النت، اكتر حاجه بتلاقي في خناقات بين الجنزي والميلينيال، وبيضحكوا على بعض ويقولوا ايوه دي حقيقي. بتلبسوا بنطلون ضيق واحنا بنلبس بنطلون واسع ومش عارفه ايه. فدايما بتحصل، يعني بتلاقي فيه تكات كده في اه. كل جيل. حتى لو شفتي مثلا الجيل البومرز اللي هم امم. اللي قبل الميلينيال، امم. بتلاقي ستايلهم واسلوبهم حتى تفكيرهم مختلف تماما. يعني انا حاسه، يعني لما تشوفي فجوة مثلا بعيدة. كبيره، تشوفي مثلا بابا ماما مثلا ابوكي امك زي كده، بتلاقي اسلوبهم في التفكير او التعامل، حتى امم. المبادئ، العادات والتقاليد، كل حاجه. دلوقتي امم. انا حاسه ان في يمكن انفتاح اكتر. امم. في ممكن حد يقول مثلا دي مش حاجه كويسه، يعني اللي هو انتوا ايه بقى، انتوا صايعين وكده. في ممكن يعني في، بس هو طبعا يعني الواحد يبقى عنده يعني ايمان بالله امم. فوق اي حاجه. حتى لو في انفتاح، حتى لو في مثلا التفكير بقى، يعني مثلا هنا دلوقتي في الوقت ده بقى في سهوله في العمل للبنت. امم. بقى في الست مثلا بتتعلم لحد الكليه، في مثلا اوقات تانية اجيال تانية يستغربوا يقولوا الست تطلع بره البيت اصلا. ما اه. تحصلش. في حتى مثلا في اللبس، البنات بقوا يقدروا يلبسوا حاجات اكتر بكتير، ويرتاحوا في هدومهم، يرتاحوا في ستايلهم. كل واحده ليها اسلوب في التعامل، فيها اسلوب في الستايل حتى لو مثلا تقولي مثلا في شكل عام للجيل، برضو امم. كل واحد منفرد. يعني امم. حتى لو مثلا نقول ده الجين زي كلهم بيحبوا البناطيل الواسعه، امم. وما بيحبوش ابدا ابدا الجنس الضيق ده، بيضحكوا عليه وكده. حتى لو شفتي كده بتلاقي والله في بنات انا نفسي شفتهم من صحابي امم. بيحبوا البناطيل الضيقه. بس ده محدش يحب ان انا اقول كده. لو قلتها قدامهم دول هيموتوني وش على طول. بس اللي هو ايه، يعني بجد في بنات صحابي بيحبوا يلبسوا، وهم نفسهم النوع اللي يقعدوا يقولوا يا ده انتوا يا قدام اللي لابسين البناطيل الضيقه اه. والفانلة اللي عليها مينيونز وبتحبوا هاري بوتر ومش عارفه ايه. دايما دايما بيلزقوا على الحاجات دي، وتجيب هم نفسهم اصلا تيجي تقول لي على هاري بوتر الكتاب اللي هي قارياه، وتيجي امم. تحكي لي عن المسلسلات او الافلام اللي بتنزل ومش عارفه ايه. فانت بتلاقي والله بجد كل واحد وستايله المختلف. يعني حتى مهما كان، برضو انت بتحسي، برضو انا عن نفسي حاسه الصراعات اللي بين الناس على النت دي يعني متفبركه او متزيده شويه اوفر. يعني امم. مفيش حد في الحقيقه بيروح يتخانق مع حد على كده. اللي امم. هو يا انت يا اللي لابس مش عارف، ما بتحصلش. يعني مين يعني مين فارغ للشكل ده، اللي هو انا يلا بقى يلا اجلد واحد عشان ايه، عشان لبس فرنه مش عاجباني. يعني مع امم. انها فرنه عاديه ما فيهاش اي حاجه، بس هو كده. مفيش كده. يعني بحس ان هي بس على النت الناس امم. فاضيه، وما عندهاش مثلا، يعني عندها وقت فاضي كتير، وما فيش حاجه تسليها، مفيش حاجه يطلعوا بقى يمسكوا في اي حد يجلدوا فيه عشان كده، بس زهقانين. مع ان هم نفسهم اصلا تلاقيهم هم بيعملوا نفس الحاجات اللي بيجلدوا فيهم. طب مفيش فرق تفتكري كبير. التيك توك اثر في الموضوع ده ولا ملوش علاقة؟ جدا. يعني انت لو تشوفي مثلا، لو شفتي الستايل، انا كان في قبل كده سمعت حاجه في الفاشن بالذات، اللي هو في الهدوم وكده. امم. يقول لك الترند كان في الستايل حتى في الهزار، في اي حاجه، النكته مثلا او الاسلوب النكت او كده، كان بيفضل 4 5 سنين. لو امم. انا عن نفسي، يعني انا فاكره في الالفينات، يعني في 2010 2011 كده، كان في ستايل اللي هو الصوره وبعدين تكست فوق تكست تحت، امم. اللي هو تبقى مثلا ميم، يكون ايه، يكون الهزار كله، النكته اصلا كلها ايه، وش كده مثلا يضحك، او وش بيعمل اي حاجه هبله، او بنت او اي حاجه، وبعدين كلام من فوق وكلام من تحت، اللي مظبوط. هو البدايه والنهايه، البانش لاين. اه. فده كان اسلوب حرفيا عاش معايا اغلب طفولتي.
كان اسلوب الهزار كان كده. دلوقتي لما تشوفي، وده كان فضل مثلا يعني سنين نفس الاسلوب ده، دلوقتي تلاقي حرفيا النكته بالاسابيع، ممكن اقل، ممكن بالايام، وتلاقيها خلصت. محدش انت لسه يا قديم، محدش هيضحك عليها، خلاص خلاص، ما الموضوع قدم. فاهمه؟ بقى في تقلبات في الزمن، يعني تقلبات في سرعه في التغير، في الترند، في الهبات والحاجات اللي زي كده. ما بقاش يعني تقدريش حتى لو مثلا بعدتي عن النت شهر هتلاقي الدنيا اتغيرت تماما. وهي حصلت لي شخصيا ان انا مثلا مسحت التيك توك فتره وقلت يلا بقى انا عايزه بقى ايه، راحه نفسيه وتحسين الذات ومش عارفه ايه. اخدت بقى جو بقى ايه يعني موت، دخلت في الحوار وحبيت بقى اغير من حياتي ومش عارفه ايه. وقلت لاصحابي مش هحمل التيك توك ده، انا خلاص انا عقلت. ايوه هي كلها شهر هي كلها شهر بالعافيه، دول 3 اسابيع اصلا هي بالعافيه 3 اسابيع دخلتهم. وبعدين لما جيت بقى بحمل تاني لقيت نفسي عارفه بقى اللي هو الشيخ الكبير العجوز اللي بيحاول يفتح الموبايل وبيدوس عليه من بعيد بالظبط، اللي هو ازاي اعلي الصوت كده. انا كنت ببص على التيك مش فاهمه، عارفه يعني هزار والنكت والاسلوب كل حاجه اتغيرت 3 اسابيع. يعني ايه ده بجد. انا وقتها بالذات لاحظت ان كلام الناس دي صح، اللي هو انك تلاحظي قد ايه السرعه اتغيرت، ان دلوقتي بقت الهبات والستايل والنكت والموسيقى المنتشره كله بيتغير بوقت بسرعه قوي بسبب التيك توك. وبرضه نفس الفكره ان بقوا الناس شبه بعض، ما بقاش فيه يعني اللي بعيد عن السوشيال ميديا بيعبر عن نفسه بشكل احسن من اللي عليها الصراحه. صح. بحس ان اللي على السوشيال ميديا بيتاثر من اللي حواليه، بيلاقي مثلا دي حاجه جديده نزلت يلا اجيبها يلا اشتريها. بتلاقي كل البنات نفس الشكل، كل العيال نفس الستايل، كله يعني تلاقي نفس الفلنه، نفس الفلنه ابو رعد. انا والله عارفاها حفظتها اللي هو اصل الشعر الفلنه ابو رعد كلها، والبنطلون نفسه هو، والبنات تلاقيها نفس لفه الحجاب، نفس طريقه المكياج، نفس يعني الفروقات بسيطه جدا، لان الكل شايف ده اللي على النت المشهور، ده الحلو، ده اللي البنات الحلوين بيلبسوه فانا هلبسه برضه. فبقى في تعبير عن النفس بسبب السوشيال ميديا وكده. بس دي بس يعني مش بس التيك توك وكده بس، يعني في برضه الانستجرام، في الانستجرام، في سناب شات، كله بيأثر فيكي بشكل حتى انت ممكن ما تحسيش بيه. وده جاي معاه برضه مع الجينزي، ان احنا كلنا بنقلد بعض بشكل عام. يعني ممكن الميلينيالز، بس الميلينيالز كان فيهم كده تكات يعني كده اللي معروف عنهم، اللي هو الايموجيز اللي مش عارفه ايه الهاري بوتر، الكتب اللي مش عارفه ايه اصلا ايوه يعني بجد بجد يعني كان في كده تكات معروفه وهي اللي الناس كلها بتضحك عليها. بس لو بصيتي برضه في الجينزي هتلاقي التكات دي هي نفسها بس باساليب مختلفه، بشكل مختلف. يعني تلاقي مثلا تيك توك حاجه اساسيه في الجيل بتاعنا، مع انه لسه جاي حرفيا من يعني 4-5 سنين. يعني هو اوكي هو بدا تاسس في 2016 بس اشتهر امتى؟ في 2020. يعني هي كلها 4-5 سنين اللي عشناها في التيك توك. والتغير الجذري اللي حصل في المجتمع اليوم اللي نزل فيه تيك توك واشتهر، بالذات في 2020 لما بقى الكورونا وكده بدات وبتاع، فالكل بقى في البيت وكل عايز يشوف ايه الدنيا وايه التيك توك ده وحاجه جديده، كل بينزل فيديوهات من نفسه على النت مش عارفه ايه. حرفيا الجيل بتاعنا كله دلوقتي بقى نفس، حتى النكت نفس النكت، نفس الاسلوب، نفس الحاجات. وانا متاكده 100% ان الجيل اللي هو جين اكس اتوقع اسمه، لا جين الفا الجاي، جين الفا هيضحك علينا ضحك. انا متاكده 100%. بالذات عارفه انت اللابوبو طالع جديد، يا لهوي يا شكله مرعب والله ما بحبوش ابدا، ما بحبوش ابدا، ومتقرف منه. اغنيتهم بتجيب لي صداع. يا بوبو يا ولاد بكرهها صوتها مش حلو ابدا، صوتها مش حلو ابدا. والستايل الكل بيقلد بعضه حرفيا. في ناس يعني ما تعرفش ده حقيقي ولا لا، بس في واحده ماتت لانها كانت واقفه في طابور، تخيلي واقفه في طابور مش عارفه كام ساعه عشان بس تشتري اللابوبو اللي هي نفسها فيه عشان اللون اللي هي عاجباه. ده حاجه صعبه والله، حاجه يعني انا مش فاهمه ليه حد يعمل في نفسه كده. دي بقى حاجه ليها علاقه بالجين الفا والجين زي اللي هو اخر حاجه بقى اللي نازله جديد. انا نفسي مش مقتنعه بيها، وانا عارفه ان هيفضل الموضوع ده يزيد ويزيد، هتلاقي حاجات جايه وانا مش هقتنع بيها. ساعتها هفتكر هيجي لي كده الاقتناع اللي هو انا كبرت، ايه ده انا بقيتش فاهمه ايه الحلو في الحاجات دي. عارفه ايه الغباء اللي انتوا بتعملوه ده بجد. انا ايه ده انا كبرت انا متاكده 100% ان الموضوع ده هيحصل يوم ما. انا خايفه منه شويه بس يعني هتعملي ايه يعني هتكبري هو ده وهيجي جيل جديد بعدينا وكده وهيفضلوا يضحكوا علينا اللي احنا بنعمله برضه، يقولوا يا تيك توك ده يا ناس القديمه ومش عارفه ايه. بس هو ده الجيل، وانا حاسه برضه الصراحه ان ده كل واحد بيحب جيله اكتر حاجه. يعني انا متاكده الميلينيالز مثلا زيك هيحبوا قوي جيلهم وهيحسوا بالحنين للطفوله والايام الحلوه اللي كانوا عايشينها في الوقت ده، اللي هو بدايه الانترنت لسه بادئ ولسه الدنيا
ايوه كده يعني. حاسه تعرفي بحس ان مهما كان الزمن اتغير، حتى لما بسال مثلا ابويا وامي مثلا جن بومر مثلا او الفا او زي كده، كل الاجيال بتحسي ان كل واحد مرتاح اكتر لجيله، مش بس محبه يعني راحه بينتمي نفسيه. ليه. يب. حتى لو حد مثلا بشوف ناس مثلا بتحاول تعلم نفسها في التقنيه مثلا من كبار السن، تلاقيهم بيحاولوا يحسنوا من نفسهم، يحاولوا برضه مش هتلاقيهم فرحانين قوي بالجديد قد ما هم برضه فرحانين بحياتهم القديمه، ويقولوا يا ده انا فاكر لما كنت بعمل كذا ولا كنت صح كذا. صح. مع ان دلوقتي في فرص اعلى، يعني احنا المفروض احنا بنقول لا ده دلوقتي احلى، بس ده عشان احنا عايشين دلوقتي. هتلاقي اللي قبلنا بيقولوا لا احنا زماننا كان احلى، واللي قبليهم كانوا يقولوا لهم لا احنا زماننا اللي كان احلى. فكل واحد عارفه النوستالجيا اللي هو تبقى انت حاسه بالحنين صح. للفتره اللي انت عشتيها دي وتفرحي بيها. عمر ما كان مهما كانت الصراعات بين الناس وكده، في النهايه المشاعر الانسانيه اللي بين الناس، المحبه للزمن اللي هم فيه والذكريات اللي فيها بالذات، لان مهما كان الزمن معفن او حلو الذكريات هي اللي بتحليه بجد. صح. لان انت بتتعلقي برضو الذكريات وكده بالحنين وبالمحبه والطفوله المشاعر مثلا، الحلوة. والكرتونات الحلوه اللي كانت موجوده وقتك كده. انا كان عندي مثلا سبيستون ده ليه سنين، سبيستون ده ده من بيجمع ايامنا الاجيال ده. بجد يعني. سبيستون ده اساسي. انا فاكره لما ببقى مثلا مشغله سبيستون وماما تقول لي يا دي الحاجات قديمه، ده احنا كنا بنحبها، كنا مش عارفه ايه، ده كنا اخواتك ومش عارفه ايه، عشان هم ميلينيالز وعلى جنزي. فانا بفهم منها قد ايه سبيستون دي حرفيا اثرت فينا كلنا. صح. يعني الكرتونات والحاجات اللي طالعه منها، بس طبعا في جديد يعني، في حاجات جديده جايه. وبيبي شارك مثلا اللي طالع فيه جن الفا بيحبوه بيعشقوه موت. الاغاني بتاعته يعني بتاعت كوكو ميلون، كل الكلام ده يعني تلاقي اوكي في فروقات يمكن احنا مثلا نستغربه دلوقتي، يعني ممكن حاجه مثلا احنا نجمع فيها الميلينيال والجنزي، الاستغراب على الجين الفا اللي هو انتوا سكيبيدي تويلت ايه الغباء ده يعني، فاهمه؟ احنا ممكن جيلين مع بعض نتجمع على فكره الغباء اللي هم عايشين فيه. اوكي. بس مهما كان هم لما يكبروا برضه هيفرحوا بالجيل بتاعهم، وهيقولوا ايه انتوا الاغبياء، انتوا مش فاهمين حاجه في الجيل بتاعنا، انتوا انتوا اللي قدام يا كده. فمهما حصل فاهمه فروقات وكده بين الاجيال، هيفضل في نوع من يعني محبه للجيل بتاعك، وبرضه فهم للاجيال التانية. انا يعني مهما قلت قعدت اتخانق مع حد اقول له يا انت مش عارفه ايه، برضه انا فاهمه، لان انا برضه بعمل نفس الحاجات دي، وبحب هاري بوتر عادي مفيهاش حاجه، وبستعمل الميمز والايموجيز اللي تضحك دي. كل الواحد فاهمه الناس بتعمل فروقات بين يعني الاجيال من غير سبب صراحه يعني. في فروقات بسيطه بين الناس، بس في النهايه انت كلنا بشر يعني. هل هتفرق قوي لو انت مثلا مولوده مثلا في الالفينات، ولا مولوده مثلا في 1980، ولا مولوده مثلا في يعني مش هتفرق. هي الفرق الوحيد ممكن مثلا ايه، ان انت في جيلك ده جه ناس وعملوا حاجات مثلا انجازات تقنيه مثلا ومش عارفه ايه، دي ممكن اثرت في المخ. يعني بتلاقي في نسب عاليه قوي قوي في الغباء دلوقتي والتوحد والامراض النفسيه في الجنزي على فكره، بسبب مش طبيعي. اكبر سبب ليها التيك توك والسوشيال ميديا، اللي هو الفاست فورم كونتنت، اللي هو الفيديوهات السريعه وانك مثلا بتلاقي مثلا العيال ما بيطلعوش بره البيت عشان حياتهم كلها جوه، كله على الموبايل. لو كنت بالظبط، لو كنت مثلا في جيل، لو انا كنت مثلا في جيل قبل كده، مش هتلاقي النسب كده، مش هتلاقي ان النسب عاليه كده، لان الناس كانت بتطلع، الناس كان عندها حياه، ما كانش الموبايل هي حياتها كلها. فيمكن تلاقي مثلا دي اهي ميزه، بس تقولي مثلا لحد طب ما دلوقتي في مثلا لابتوبات تخلص الشغل اسرع، ممكن مثلا الموبايلات دي بتساعد الواحد في حاجات كتير جدا جدا. بالظبط. يعني انا عايزه اقول لك برضو حاجه، انا بلاحظ ان الجيل بتاع جين زي عندهم نقط قوه معرفش، بحس ان هم عندهم ذكاء، نسب الذكاء برضو فيهم لا متشافه يعني باينه. يعني اقدر اشوف حد لسه صغنون مثلا في ثانوي او لسه داخل جامعه، بلاحظ ان هو لا هو عنده ذكاء غير لما احنا كنا في سنه، لان عنده معلومات اكتر، عنده قابليه ان هو يطور من الحاجه اللي هو بيعملها اكتر. فتحس ان هو سابق حتى نضجه العاطفي، بحس ان هو مختلف، هو تحس ان هو اتكشف على تجارب كتير حتى لو هو ما عاشهاش عشان السوشيال ميديا. بالظبط. فهو بقى عنده معلومات وعنده نضج، احنا خدنا سنين على ما اكتشفنا هو ايه ده اصلا. انتوا بتقولوا ايه؟ ايه الباي بولر ده يا ولاد؟ ايه يا جماعه ده؟ دي اكله دي ولا ايه؟ يعني بجد لا، هي كلها تعرفي عشان النت، عشان النت بيربط الناس حرفيا من كل اماكن في العالم. فانت تخيلي ممكن تتعلمي من حد عنده 70 سنه وعلى النت، وممكن تتعلمي من حد في امريكا وانت في عكس، انت مثلا في استراليا وبتعلمي من ناس مش عارفه من فين، وانت في اسيا وبتشوفي حاجات من افريقيا. في ترابط رهيب.
وكمثلا واحده من جين زي احنا مولودين على الموضوع ده، احنا متعودين عليه. فانت بتتولدي على انك تقدري تتعاملي مع اي حد في اي وقت في اي مكان كده. فممكن تاخديها بالايجابيه، انك تتعلمي من الناس اكبر كميه محصلات علم ممكن تاخديها من كل انواع البشر، من كل انواع التجارب. اللي الناس بتنزل مثلا كونتنت لتحسين الذات، ناس تنزل كونتنت ازاي مثلا تحسني من جسمك، تحسني من اكلك، كل انواع الحاجات دي ما كانتش موجوده قبل كده. كان لازم تقري كتاب عشان تتعلميها، صح، كان لازم بالظبط، كان نروح لازم تتعلم للدكتور يعني. تروحي بالظبط يعني لازم عشان تعرفي الاكل اللي لازم تاكليه تروحي عند واحد غذاء يعني بتاع الغذاء اخصائي تغذيه. وغذائي بالظبط. فانت كان لازم تتعبي اكتر عشان توصلي للمعلومه، ما كانش سهل. دلوقتي بقت المعلومات حرفيا في موبايلك، يعني ما تعمليش اي حاجه، بس تلاقيها تدوري تعملي سيرش وخلاص لقيتيها. ده غير الاي اي اللي طالع جديد، يعني ما تحتاجيش حتى يعني ممكن تسالي بالصوت ويجيب لك كل المعلومات اللي على النت عن الموضوع اللي انت عايزه تدوري عليه، او يعمل لك فيديو كمان فوقيها عنه ويجمع لك كل الفيديوهات اللي على النت على اليوتيوب، يحط لك فيديو واحد يقول لك دي خلاصه الخلاصه حرفيا. فالصراحه موضوع الاي اي ده انا والله ما بعرفش يعني. شوفي انا خايفه منه صراحه شويه، يعني هو حلو تمام، يعني فكره الاي اي انه يساعد الناس ومش عارفه ايه، ده حلو. بس بقى في كميه يعني اقليه في الوظائف. الناس مثلا الفيجوال ديزاين والفنانين، بتلاقي الاي اي يقدر يعمل صور وكل حاجه احسن منهم بكل احترام يعني، بس احسن منهم 100 مره بوقت اقل بكتير، بالثواني. ممكن مثلا واحده فنانه تقعد مثلا ساعات اسابيع على مثلا شكل فني يكون رهيب، اي اي يعمله في دقيقتين. ف ما هي الفكرة بقى مين اللي هيديله الفكرة اللي هو هينفذها؟ هو بياخد وبيطلع اوتبوت، صح؟ بالظبط. فيعني اعتقد ان هو مش هيلغي الوظائف قد ما ان هو محتاج حد عنده ابداع يقول له انا عايز كذا، فيعمل له الحاجة دي ويختصرها عليه. فبالتالي انا وفرت مجهود، بس في نفس الوقت الفكرة من عندي. وهو كمان ممكن يساعدني يقول لي طب احنا ممكن، طب ايه رايك نزود كذا، طب ممكن نعمل كذا، طب ممكن. يعني مش هو مش لوحده مش هيكريت. هو اكيد من لوحده مش هيكريت اصلا، بس الفكره ان هو بياخد المعلومات دي من ايه؟ بياخدها من محصلات علم الانترنت كله. تلاقي مثلا شات جي بي تي او كده بيجيب لك الاجابه بتاعه السؤال من معلومات النت كله. صح. فده بياخد من وظيفه مثلا واحد كان ممكن يفتح ويب سايت يتكلم فيه عن المعلومات اللي انت كنت بتدوري عليها. فده مش يعني مثلا اهو الرزق بتاع الشخص ده راح، لانك انت هتستسهلي، يعني انت عايزه اللي هيجيب لك المعلومه اصح في اقل وقت. فانت مش هتروحي تدوري بقى المعلومه من مواقع، هتروحي تشوفي الاي اي ممكن يطلع لك ايه في اسرع وقت. نفس الفكره مثلا في الفوتوغرافي. واحد مثلا ايه، اخد شوت جامده جدا تمام، نزلها على النت، نزلها على انستجرام مثلا. بعدها بكام مثلا يومين 3 4 ايام يلاقي نفس الصوره نازله له، يقول ايه ده ايه اللي حصل؟ ده انا عامل كوبي رايت، مين اللي سارق صوري؟ يلاقيها لا، اصل الاي اي اخذ الاستلهام منها وعمل نفس الصوره بشكل مختلف بارت مختلف. اوكي. فدي كده يعني انت كده بتحللي يعني كده الاي اي ممكن يعمل سرقه، يمكن ياخد الوظائف، يمكن يعمل مصايب، ومحدش يقدر يلومه، لان ده في النهايه ده مش شخص، ده برنامج. فمع الوقت بالذات لما يتطور زياده بقوا يعملوا فيديوهات، ممكن تاخدي مثلا صوره سيلبرتي او حد هيخليه يعمل اي حاجه. فده ممكن تخيلي مثلا سيلبرتي، اي سيلبرتي يخلوه مثلا يقول افظع الكلام اللي ممكن يتقال على وجه الارض، ويستعمل مثلا ضده في المحكمه او حاجه زي كده. مع الوقت الاي اي هيتطور لطريقه يعني طريقه ان مش هيبان الفرق بين الحقيقه والاي اي. دلوقتي ممكن تقولي طب باين اكيد الفرق، يعني باين الفرق، يعني احنا بنضحكوا عليا يعني اكيد واضح الفرق. بس مع الوقت هتلاقي ان الفرق ده بقى يقل ويقل ويقل ويقل، يعني هتلاقي ان الاي اي يطابق الحقيقه بشكل يعني ممكن 99%. اوكي. فتخيلي بقى الحاله مثلا اللي ممكن لو حد عايز يبتز بيها حد او عايز يهدد بيها حد، ممكن يقول انا معايا صور منك، انا معايا فيديوهات منك، وهو فاكر ممكن حد ما يصدقوش، ممكن يقول طب ما هي صور منك وهي اصلا متفبركه كلها. فبقت حتى يعني الفبركه بقت اسهل، ما بقاش لازم مثلا حد يعمل فوتوشوب وياخد ساعات عشان يبوظ الدنيا. حياه حد ممكن تبوظ بسرعه جدا، بس تطلبي من اي اي يعمل لك كذا 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 وهيطلعه. ممكن تطلبي من اي اي يسرق كونتنت بتاع حد، يخليه يعمل فيديوهات بنفس الاسلوب بنفس المحتوى، يخلص لك الفيديو في دقائق وتنزليها انت وانت سارقه المحتوى بتاع حد تاني، تعب ومجهود حد تاني. فالاي اي صراحه يعني بصي هو اسهل واحسن بحاجات كتيره جدا، وهو مختصر لوقت ناس كتيره، وبالذات الموظفين اللي عايزين يخلصوا يعني كميه شغل كبيره في وقت قليل، ده بيساعدهم بشكل فظيع. بس مع الوقت انا حاسه ان الموضوع ده هيرجع بالسلبي، هيبقى مشكله بالذات للموظفين. نفس الناس اللي كانت فرحانه بالاي اي في البدايه هتبقى يعني متضررة منه. بالظبط.
لان انت حرفيا جايبه حد او شيء يقدر يعمل نفس شغلك واكتر في وقت اقل ومن غير تكلفه او يعني مش محتاج هو بكميه الفلوس الكبيره قوي اللي ممكن انت تاخديها في السنه مثلا اللي هو الاجر بتاعك اللي هو المرتب. وفي نفس الوقت برضه مشكله من الاي اي ان تاثيره على البيئه سيء جدا. يقول لك مش عارفه قد ايه CO2 emissions اللي هي كميه الكربون دايوكسيد اللي هو كميه الغاز الكربون اللي بيطلع من الاجهزه والكمبيوترات اللي بتشغل الاي اي عاليه جدا. اوكي. بتبوظ في المناخ بشكل مش طبيعي واحنا مش ناقصين بجد يعني الدنيا بايظه الدنيا بايظه. فاللي هو انت تخيلي فوق كل ده CO2 emissions وتاثر من البيئه وكده يعني بجد الموضوع يخوف. انا مش عارفه ايه اللي هيحصل في المستقبل بس ان شاء الله يعني خير يعني ان شاء الله ما يبقاش سيء قوي يعني على الاقل الواحد يعرف يفرق بين الاي اي والحقيقه يعني يا رب. انا بالنسبه لي بما اني من جيل التسعينات فانا شفت كوارث كتير في الطبيعه ففكره الاي اي يا لهوي اللي هو يا ماما ده مش الاوبئه والكوارث الطبيعيه دي انت شفتي احنا بنهزر يعني اللي هو ايه ده مش ده اخر حاجه يا ما شفتش اللي قبليه ايه ده بجد. الحمد لله مهما كانت تتخانق وكده الا في النهايه يعني كل وقت فيه سلبياته وفيه ايجابياته. يمكن عايزين مثلا بقى ندخل في الحته دي يعني تفتكري ايه الحاجه اللي ناقصه الجيل ده عشان يبقى احسن؟ بصي هي حاجتين انا حاسه ان حاجتين. واحد التدين لان كتير قوي دلوقتي بلاقي ممكن الناس بتقول يعني يمكن هو بسبب النت او التاثر الغربي او حاجات زي كده بس انا شايفه ان اصل الايمان اصل كان في غرب قبل كده برضو مش حاجه جديده كان في برضو وسائل تتعاملي فيها مع مثلا الكافرين او مثلا الغير مسلمين او كده تتعاملي معاهم كل يوم على المسيحيين مثلا معانا في حياتنا في كل مكان محدش متضايق من كده. بس انت بتتضايقي لما تلاقي المسلم نفسه ايمانه بربنا ضعيف جدا او مش فاهم مش متعلم في الدين قد ما هو متعلم. يعني انت كنت بتقولي من شويه ايه ان شايف ان الجين زي متعلمين كويس وعندهم نضج وعندهم وعي عاطفي وكل الكلام ده بس فين الوعي بالدين؟ يعني مفيش خالص. ما بيحطوش حتى الوقت انهم يعني يتعلموا مثلا ويدخلوا في القرآن يقروه يفهموه مش بس قرايه مثلا سورة الكهف يوم الجمعه كده يعني الواحد يقرا ويفهم ويحفظ القرآن قليل غير مثلا اللي ربنا هداه او اللي عيلته اصلا مشجعه على الموضوع ده قليل قوي اللي هو مثلا ولد او بنت قاعدين في اوضتهم طول اليوم بيتفرجوا على افلام ومسلسلات على النت لانه سهل جدا ويروحوا يسيبوا كده ويفتحوا القرآن المصحف ويقروه. صح. قليل جدا. انا ليه اسيب الراحه والسعاده والمتعه ومثلا وتشوفي مثلا مسلسلات بقى كلها الله يعين يعني اقرب حاجه لاف ايلاند اللي طلع اللي هو المسلسل يعني الجزء الجديد من لاف ايلاند. انا بشوف مسلمين نفسهم بيتابعوا الحاجات دي وهو اصلا المفروض بريطاني وكاف يعني مش حلو ابدا ملوش اي مبدا بالاسلام. بس انا نفسي انا عاديه جدا يعني ماليش في الحاجات دي قوي ماليش في الموضوع ده قوي. ببقى بعمل سكرول على التيك توك بلاقي مشاهد منها طالعه لي من شهره الموضوع يبقى مثلا اللي بتتكلم عنها واحده لابسه الحجاب ومسلمه. يعني ازاي واحده مثلا زي كده وانا مش بعيب عليها مخصوص انا بعيب على المبدا ان جيلنا مثقف في حاجات كتيره قوي الا الدين. ازاي ما نتعمقش في حاجه هي اصلا اساس الدنيا. انت يعني تخيلي بعد العلم والتكنولوجيا والتقدم كل ده في النهايه تموتي ومفيش اي 30 فايده من حياتك يعني انت ما عملتيش اي حاجه في حياتك. تخيلي عشان الدين عايز صبر وعايز تعلم وعايز بالظبط وعايز انتباه. انت تشوفي دلوقتي يقيسلك يعني انتباه اللي عند الجنزي مفيش بايظ رايح في داهيه بجد يعني بيقول لك بيقيسوها احنا بقينا اسوأ من السمك. يعني فتره انتباه السمك اعلى مننا. انت متخيلي يعني انت تخيلي سمكه مركزه اكتر من بني ادم. مصيبه يقول لك الاطفال بالذات الاطفال اللي جان الفا اللي طالعين جداد مش متعلمين ومش عايزين يتعلموا. يعني عندهم literate اللي هو مش عايزين حتى ما بيعرفوش يكتبوا حروف. ناس تبقى داخله متوسط ومش عارفه تكتب عدل الاملاء بتاعها بايظ فاهمه. يعني تشوفي الناس اللي زي كده تقولي طب ايه فايده التكنولوجيا اللي احنا وصلنا لها. تمام في ناس اذكياء وناس عباقره وناس علماء وفي سهوله في التعامل وفي كل المميزات دي بس على جانب اخر جانب المظلم هتلاقي ايه الناس بقت متخلفه ما بقتش عايزه تتعلم تقرا كتب تاخد وقت وصبر بالظبط تاخد وقت من يومها عشان حاجه ممكن تكون بتزهق. صح. بس هي اصلا دي الحاجه دي يعني حاجه جامده جدا وهتساعدك في حياتك كلها بس الناس مش عايزه تعمل كده. الناس عايزه تفضل على تيك توك تاخد الشورت فورم كونتنت ويعملوا بيد روتنج يعني طول اليوم يولعوا في مخهم حرفيا اللي هو البرين روت اللي هو انك حرفيا عفن المخ. ده في جين زي يقول لك مش عارفه ايه النسبه يعني نسبه عاليه جدا مش عارفه 80% من الجين زي عندهم برين روت اللي هو عفن المخ اللي هو قله الانتباه قله التركيز وصعوبه في الفهم
ويعني صعوبة في التعامل مع البشر اللي هم الناس الآخرين في التعامل عادي برا الإنترنت. صح. وفي حتى نسب التوحد زادت، نسب الأمراض النفسية زادت، حاجات كتيرة قوي جاية مع موضوع النت وكده. فأنت لو ده مشاكل متعلقة بالنت والشورت فورم كونتنت. أما بقى الأساس، أنا بحس إن لو أخدت كل واحد أخد وقت من يومه، من جين زي بالذات أخد وقت من يومه تركيز وحفظ وقراية وفهم للقرآن، هيتحسن يومه بشكل فظيع. صح. على الاقل نسبه تركيزه هتزداد، لان انت لما بتقري وبتفهمي بتاخدي طاقه من مخك. صح. فبتعودي مخك انه يركز، بتعودي مخك بيكون انه خلايا جديده. بالظبط. وتربطي حاجات خلايا ببعض، ويعني اشارات في المخ هتشتغل. حاجات انت ما بتستعمليهاش اصلا وانت قاعده على الموبايل ما بتعمليش حاجه. يعني المسلسلات والحاجات دي كلها وسائل ترفيه، الناس بقت مخليها حياتهم تخدير بجد. انت بتبعدي عن الحياه الحقيقيه دي، وسائل انك يعني كانك بتعيشي قصص مش حياتك، عالم موازي وخلاص. بجد بجد. يعني كل الحاجات دي بتعيشك حياه مش حياتك. تقومي بقى يلا بقى تقومي بقى ايه، تقومي تشوفي حياتك، تشوفي مدرستك، الدراسه، التعليم، قرايه القران والحفاظ على الصلوات، الحاجات اللي زي كده اللي هي المفروضه اصلا عليكي بس الناس ما بتعملهاش كده. دي حاجه اساسيه جدا هتساعد جين زي بشكل مش طبيعي. وحاجه تانية، انهم يقللوا من هو حاجه تضحك قوي اللي هو الموبايل سبب المشاكل كلها، بس هو صراحه بجد يعني بجد انا عارفه ماما كانت بتقعد تقول لي يا هند انت هتعاني من الموبايل وده اكبر مشكله ليكي ومش عارفه ايه. وانا كنت بقول لها يا ماما بقى سيبيني بقى يا صداع مش عارفه ايه. والله عندها حق بشكل مش طبيعي. انا كميه المشاكل اللي في حياتي اللي انا لاحظت انها بينها وبين الموبايل علاقه طرديه بحته، اللي هو كل ما انا يعني من ابسطها اللي هي علاقتك مع نفسك، اللي هو الثقه في النفس والراحه النفسيه. لما ببقى انا مثلا على السوشيال ميديا طول اليوم وبشوف الناس، ممكن انا ابدا اقارن نفسي. صح وده بيحصل مليون في المية. انا ممكن مثلا عقليا دلوقتي بعقلي اقول ليه اقارن بنفسي، ده انا جميله، ده انا حلوه، ده انا ذكيه، كل الحاجات بتطلع دلوقتي وانا مثلا بتكلم بثقه. بس شوفيني مثلا الساعه مثلا 1 أو 2 بالليل عماله اعمل سكرول، مش نايمه، عماله اعمل سكرول على الانستجرام مثلا او على تيك توك بطريقه مش بقدرتي، مش مقصوده. انا بقارن نفسي بالناس اللي انا بشوفهم في حياتي، بشوف الناس الاذكى مني، بشوف الناس اللي انجزت في حياتها اكتر مني وهم سنهم صغير، بشوف الاجمل مني، بشوفهم مكياجهم حلو قوي، بشوف ستايلهم حلو قوي، بقول يا لو انا كنت كده. فعلاقتي بنفسي تبقى اسوأ وانا مش ملاحظه. وببدا اقارن نفسي باللي حواليا حتى في الشارع، لاني بلاقيهم. اتعودت اني اقارن، اتعودت من صغري ان انا لازم اثبت نفسي للي حواليا، مع ان محدش طلب مني كده. يعني انا ليه احاول اثبت نفسي ان انا اذكى وان انا احسن وان انا، طب ما انا اقتنع بنفسي، مش محتاجه انا كلام الناس حرفيا. بس لما تلاقي انت عايشه حياتك طول حياتك حرفيا على النت، بتتفرجي على الناس اصلا بالظبط، انت حياتك كلها بتتابعي حياه الناس وبتقارني نفسك بيهم. تقولي يا انا حياتي انا ما بعملش حاجه، ما بطلعش الاماكن الحلوه اللي هم بيطلعوها، ما بشوفش المناظر الحلوه اللي هم شايفينها، ما بسافرش، ما عنديش فلوس الهائله اللي هم عايشينها، وشوفي ان دي عملت ايه وشوفي راحت فين وكده. الاكل الحلو اللي عندهم انا ما باكلش الاكل ده. بعيش حياتي بحاله مقارنه وقله ثقه في نفسي وحزن بلاحظه. مش حتى بالحزن، بلاحظه بالفراغ. صح. ان انا ما بقتش بحس بحاجه، اللي هو ببقى انا قاعده كده حياتي مشتته. بلاقي نفسي دايما داي دريمينج، اللي هو احلام اليقظه بالظبط. احلام اليقظه ان انا ما بقتش حتى عايشه في الواقع، بقيت عايشه دايما في افكاري. دايما بفكر. ودي ممكن تقولي طب ما كويس دايما مشغله مخك. لا مش مش صح. بيبقى عامل زي تقليب الافكار كده بلا هدف يعني. بالظبط، انك انت عماله تعيشي في حوارات في مخك وانت اصلا ملهاش اي تتين لازمه وملهاش علاقه باللي انت عايشاه دلوقتي. بس انت عماله تفكري بس. وتفكري في اللي حصل واللي هيجي واللي بيجي. عمرك ما بتعيشي في الحاضر، ما بتعيشي في اللحظه. صح. حتى وانت في احسن الاماكن. ودي المصيبه ان انا بلاقي نفسي متصوره احلى الصور برضو زيهم، لان مفيش فرق، كلنا بشر. بتصور وبروح اماكن حلوه وعايشه حياه كويسه برضو، بس انا مش قادره ارضي نفسي بالموضوع ده. دايما لازم ابقى حاسه ان انا اقل. طب ليه اعمل في نفسي دايما كده؟ في احسن وانا دايما بشوف الاحسن، فطبيعي بالظبط. فانت السوشيال ميديا بالذات في جين زي اثر عليهم بالاسلوب ده، ان خلاهم لازم يقارنوا نفسهم بالناس. وده خلى الثقه في النفس يعني قلت، وده خلى الاكتئاب يزيد. تلاقي اللامبالاه زادت، ان انا ما بقتش، انا مش فارق عندي حاجه ومش فارق عندي حياتي ومش فارق. تلاقي نفس الشخص ده تلاقيه مثلا بياكل بكتير قوي، ما بيروحش الجيم، ما بيحسنش من صحته، مش مهتم، لان هو عايش حرفيا حاله اللي هو العفن المخ، عايش الحاله اللي هي ايه، اللي انا متشتت وبعيد عن الواقع ودايما بقارن بنفسي، دايما مثلا على الفيديو جيمز.
ما عنديش حياة حقيقية مع الناس، وما باطلعش وما باعيش كده طفولتي مثلًا، ما باعيش مراهقتي، ما باعيش شبابي. تلاقي الكل حتى الأطفال تلاقيهم ما بيطلعوش يلعبوا مثلًا مع أصحابهم، تلاقيهم ما فيش قاعدين الكلام ده ما خالص. فيش قدامها الأيباد أو التابلت، مشغّلة CoComelon، مشغّلة الألعاب، مشغّلة حاجات مش عارفة إيه، Subway Surfers، أي حاجة، أي هبل، وعايشة طول حياتها قدام الشاشة. ده غير أكيد المشاكل الضعف النظر ومش عارفة إيه الحاجات اللي بتطلع من كده، بس أنا حتى باتكلم على بس المُخ. يعني أنتِ لمّا تعيشي حياتِك كلّها قدام الشاشة، قدام الscreen، عمرِك ما هتعيشي حياتِك الحقيقية، صح. هتضيّعي وقتِك كلّه بجد. فدي يعني من أكبر الحاجات اللي كان ممكن Gen Z تحسّن فيها، إنها على الأقل تقلل الوقت المستغرق على الموبايل، تطلع برّه، حرفيًا يعني touch grass، اطلع برّه، اللي هو يعني شوف الشمس. ما ينفعش تفضل قاعد طول اليوم في بيتك في غرفتك وشايف إن كده أنت طَب إزاي وحياتي سيئة ومش عارفة إيه. طَب ما أكيد أنت جرّبت أصلًا، أنت جرّبت تطلع مثلًا وتشوف، تطلع مكان جديد، تجرّب كافيه، تجرّب مكان حلو جديد قريب، تتمشى، مش مهم حتى تطلع برّه بقى إيه، حَر الجو حَر الصراحة، بس يعني إيه، ممكن بالليل في وقت الجو كده يكون فيه حلو، فيه كده نسمة حلوة، تجيب لك مثلًا عصير حلو من برّه، تتمشى، تشوف الدنيا، تشوف الناس، بعيد عن الموبايل. حتى تخيّلي إن حتى لمّا باطلع مع أصحابي بنبقى إحنا كلنا فاتحين موبايلات، ما أصلًا بقاش أيوه، في، أيوه. بجد ما ما فيش لغة بقاش في، حوار. ما فيش حوار، ما فيش أي منفذ إن إحنا الواحد حتى يجرّب حاجة جديدة أو يعيش مع أصحابه أو يعيش اللحظة، لأ، كل الواحد دايمًا على الموبايل حتى وهو برّه. فأنتِ يعني بجد، بجد أهم حاجة بالذات في الجيل بتاعنا ده يحسّن فيه، يقرّب من ربنا ويقلل الوقت المستخدم على الموبايل، وهيلاقي مشاكله كده نفسية وعقلية والتركيز وصحية. والصحية، كل المشاكل هتلاقيها يا راحت يا قلت بكتير. المشاكل دي كلها هتقل بكتير إن شاء الله يعني. أنا مبسوطة معاكِ أوي يا هند. الله يفرحك، أنا القعدة شكرًا كانت حلوة بجد، قوي كلامِك بجد. حلو ولذيذ وعفوي، حبيبتي، ويا رب الناس كمان تكون استفادت، إن شاء الله يا رب. وإن شاء الله نتقابل تاني إن قريب. شاء الله. باي، باي. باي باي.